يلا ننط، هنحكي حكاية ونحفظ آية ونضحك ضحكة هب هب. هنحكي حكاية ونحفظ آية ونضحك ضحكة هب هب. يلا بسرعة تعالوا معانا نسمع ميرو هتقول ايه. يلا بسرعة تعالوا معانا نسمع ميرو هتقول ايه. مساء الخير اصحابي الصغيرين في كل مكان، اهلا بيكم في برنامج قصايص ميرو يذاع حصريا على قناه السلامه الدوليه. معاكم مرسى، هتشوفوني كل خميس الساعه 7 بتوقيت مصر. اصحابي الصغيرين، الحلقه النهارده حلقه جميله، يلا بينا نتعرف على قصه جديده وحدوته جديد. يا ميرو ازيك؟ عامله ايه؟ خدي التوكه دي بتاعه سمسمه، لما كنا بنلعب مع بعض النهارده عندنا هي نسيتها، وانا رحت البيت قالوا لي دي هتروح عند ميرو، راحت تجيب طلبات، لما تجيلك خلي التوكه دي عندك اديها لها. ماشي يا ميرو؟ ازيك يا بندقه، عامله ايه؟ وحشاني. ماشي، هي كانت بتلعب معاكي، خلاص خليها، وانا لما تيجي سمسمه، هي فعلا قالت هتيجي هتلعب هي وبندق، لما تيجي هديها لها. ازيك يا ميرو؟ عامله ايه؟ على فكره يا ميرو، الاغنيه الاخيره بتاعت فرخيتي يا فرخيتي فين البيضه هديتي اللي هاكلها يا فرخيتي وهتنزل تملى معديتي وهتنزل تملى معديتي، حلوه قوي قوي قوي، انا حفظتها كلها على فكره. وكمان دبدوب جاي معايا وقاعد يحفظ كمان في الاغنيه بتاع يا دبدوب يا دبدوب. انت كنت بتحفظ اغنيه ايه؟ ازيك يا سمسمة؟ ازيك يا ميرو؟ وحشتوني جدا جدا. اديلي كتير ما ظهرتش معاكم في الحلقات الجميلة دي. بس انا متابع الاغاني بتاعتك يا ميرو. الاغنية بتاع فرختي يا فرختي، ايوه اللي لسه قايلها يا سمسمة. وكمان انا حفظت الاغنية بتاعت انا عندي قطة حلوة تنطي نطة. بتقولها ازاي؟ انا عندي قطة حلوة تنطي نطة، دايما العب وياها وتغمض في عينيها وتقول لي خلاويص. الله 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 الله، جميلة أوي 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 يا ميرو. بقول لك إيه يا ميرو، ما شفتيش ازيك يا البت دبدوب؟ بندقة؟ فعلا وحشتوني جدا جدا، واديلك كتير يا دبدوب ما ظهرتش معايا في الحلقات. اخباركم ايه يا ولاد؟ انا فرحانه قوي قوي ان انتم متابعين الحلقه. انت بتسأل على بندقه؟ هي فعلا كانت هنا من شويه ومشيت. بندقة كانت هنا اكيد جايه تفتن عليا ان انا ما جبتش طلبات لماما. اصل انا يا ميرو كسلت اروح اجيب الطلبات وقلت اجي العب معاك هنا الاول، وعرفت ان هي راحت عند ماما وسألت عليا، عشان كده ما رضيتش اروح. انا مش عارفه هي مالها بيا. والبت سهى ضاعت مني المقلمه وانا متاكده ان هي اللي واخداها، وكمان ضايعه مني التوكه، انا متاكده ان سهى برضه اللي واخداها. انا مش فاكره التوكه بتاعتي راحت فين ولا المقلمه، بس انا فاكره متاكده ان البت سهى هي اللي خدتهم. صح يا دبدوب؟ مش هما اللي بياخدوا مننا كل حاجه؟ لا يا سمسمه، لا كده مالكيش حق. اولا انت ظلمت 2 من صحابك. ظلمت بندقه، هي كانت جايه علشان تديني التوكه بتاعت حضرتك اللي نسيتيها عندها وانتوا بتلعبوا، واللي انت ظلمتي سهى وقلتي انها اخدتها. مش هي دي توكتك يا سمسمه؟ دي اول حاجه. ظلمتي بندقه ان هي جايه تفتن عليك، هي ما فتنتش، هي راحت لمامتك علشان تديكي التوكه، ما لقيتكيش وعرفت من ماما ان انت جايه عندي. تاني حاجه، سهى ما خدتش التوكه، والدليل التوكه اهي. وكمان اكيد ما خدتش المقلمه، لان المقلمه حضرتك نسيها عندي. فليه نظلم صحابنا؟ انت بتنسي كتير يا سمسمه. دي الايه بتقول المحبه لا تظن السوء. ما ينفعش يا سمسمه ان احنا نقول كلام ما حصلش على اصحابنا ونظلمهم. تعرفي يا سمسمه فكرتيني بايه؟ بالحماره المظلومه. الحماره المظلومه دي اتظلمت واتضربت من غير سبب، لدرجه انها اتكلمت. تخيلوا. يا خبر يا ميرو، فعلا انا نسيت المقلمه هنا من اخر مره، والتوكه فعلا كنت بلعب مع بندقه امبارح ونسيتها. انا اسفه يا ميرو، انا فعلا غلطت، مش هظلم حد تاني. انا بعتذر وخلاص، انا هلعب معاها وهعتذر لها ان انا ظنيت السوء بيها. بس ايه حكايه الحماره المظلومه دي؟ مش فاهمه. وبتتكلم؟ هو في حمار بيتكلم؟ برافو يا سمسمة انك عرفتي بغلطك واعتذرتي. تاني مرة ما نظنش السوء بحد،
غير لما نشوف بعينينا، وحتى لو شفنا بعينينا نسامح وما نظنش السوء. احسن حاجة يا سمسمة ان الواحد لما يغلط يعترف بغلطه. وبعدين بقى موضوع الحمارة المظلومة دي فعلا يا ولاد حصلت في الكتاب المقدس، لدرجة ان الحمارة نطقت واتكلمت من كتر الضرب فيها. الحمارة تبدأ يا ولاد بان كان في واحد اسمه بلعام، وكان وقتها شعب اسرائيل منتصر في اكتر من مكان، وكان سايب مصر وقعد في حتة اسمها مؤاب. وكان الملك اللي هناك ملك بيتضايق قوي من وجودهم وخايف منهم ومتضايق ان هما موجودين ومالين الارض. فبعت بسرعة الرؤساء بتوعه رؤساء مؤاب لبلعام علشان يلعن الشعب ده. يعمل ايه يا ولاد؟ يلعن الشعب، لانه هو قال له انا عارف يا بلعام ان انت لو لعنت الشعب هيكون ملعون، ولو باركته هيكون مبارك، فلعن الشعب دوا علشان اقدر انتصر عليه واطرده. راح بلعام قال لرؤساء مؤاب بيتوا عندي النهارده، انا ما اقدرش ان انا العن الشعب ده لان الله باركه، بس بيتوا وهشوف ربنا هيقول لي ايه. ربنا كلم بلعام قال له مين الناس اللي بايته عندك دي يا بلعام؟ فقال له ده بعتهم الملك بالاق علشان ألعن شعب إسرائيل عشان يقدر ينتصر عليهم ويطردهم. راح ربنا قال له ما تروحش معاهم يا بلعام علشان الشعب ده أنا باركته. وفعلا يا ولاد صحي الصبح وبلعام قال لرؤساء مؤاب روحوا للملك بتاعكم وقولوا له أنا ما أقدرش ألعن شعب إسرائيل لأن ربنا قال لهم أنا ما أقدرش إن أنا ألعن الشعب لأن ربنا باركه. فعلا يا ولاد رجعوا رؤساء مؤاب للملك بتاعهم وقالوا له بلعام ما قدرش ان هو يجي معانا او يلعن الشعب علشان قال ان ربنا باركه. فراح بعت ناس اعظم تاني واكتر تاني لبلعام يغروه ويقولوا له يعني الملك مش هيعرف يقدرك ويديك هدايا عظيمه، الملك بيقول لك العن الشعب علشان يقدر ان هو ينتصر عليه. بلعام نفس الحكايه قال لهم بيتوا هنا، بس انا ما اقدرش ان انا العن الشعب لو حتى الملك عطاني كل الفضة وكل الأموال اللي عنده علشان ربنا ما أمرنيش بده وهو بارك الشعب. فراح كلم بلعام ربنا وقال له هم عايزين ان انا ألعن واروح معاهم وألعن الشعب. فربنا قال له روح يا بلعام روح معاهم. وبلعام تاني يوم الصبح فعلا يا ولاد اخد الحمارة بتاعته وركب الحمارة وهو ماشي في الطريق. طبعا كان ربنا زعلان منه ان هو ما بيطيعش كلام ربنا، لانه من الاول قال له ان ما ينفعش ان انت تلعن الشعب وما تسمعش الكلام حد غيري، لكن هو راح وهو عايز يشوف ايه اللي هيحصل وعايز يشوف الهدايا دي ايه. راح معاهم يا ولاد وهو ماشي وراكب الحمارة ظهر ملاك معاه سيف قدام الحمار، فما خلاه راح الحمارة وقفت او حودت طريقها من الطريق اللي ماشي فيه بلعام راحت للحقول والاراضي اللي هي الزراعه. فقعد بلعام يضرب فيها ويقول لها انت ليه حودتي؟ امشي في طريقك. طبعا هو مش شايف الملاك. دي اول مره يا ولاد ضرب فيها الحمار. تاني مره يا ولاد ظهر الملاك قدام الحمار في مكان ضيق جدا، هنا حائط وهنا حائط، ما كانش ينفع الحمار ان هو يعدي منه. فهو بيعدي راح زنق رجل بلعام جامد ووقفه. الملاك موقف الحمار والحمار خايف جدا فوقف وزنق في الحيطه. راح رجل بلعام اتزنقت في الحيطه، راح فضل يعمل ايه؟ يضرب فيه تاني. طبعا الحمار مش عارف يقول ايه، هو شايف الملاك هو اللي موقفه ومش عايزه يتحرك. تالت مره يا ولاد وقف الملاك برضه قدام الحمارة في مكان ضيق جدا، لا ينفع يروح كده ولا ينفع يروح كده. في اخر ما زهق الحمار عمل ايه؟ راح نام في الارض خالص. وكان بلعام ركب الحمار ففضل بلعام يضرب فين؟ في الحمارة. راح ربنا اراد ان الحمارة تتكلم وتقول لبلعام ايه؟ انت بتضربني ليه؟ مش انا الحمارة بتاعتك اللي على طول بتركبني واروح مشاويرك ووديك في المكان اللي انت عايزه؟ هو انا عمري حصل مني كده؟ قال لها لا. قالت له طيب انا ذنبي ايه؟ شوف ربنا فتح عينين بلعام وشاف الملاك اللي قدام الحمارة وعرف ان الحمارة ملهاش ذنب وان هو بيضرب فيها وهي غصب عنها لان شايفه الملاك هو اللي موقفها بالسيف. فراح الملاك قال لبلعام لو كانت الحمارة اتحركت وما سمعتش الكلام انا كنت موتك انت وخليتها هي.
فاعتذر بلعام يا ولاد واتأسف جدا على ضرب الحمار. الملاك بيقولوا انت ليه بتضرب الحمارة 3 مرات، وعاتبه وقال له ان انا اللي واقف قدامها وانا اللي مش مخليها تتحرك. طبعا يا ولاد القصة كبيرة جدا، لان بلعام راح للملك ده وبارك الشعب مرة واتنين، وبعد كده بارك الشعب اكتر من مرة، وفي اخر مرة قال له انا ما اقدرش ان انا العن الشعب. بلعام يا ولاد علشان يرضي الملك قال له انا هفكر لك في خطة بيها يخطأ شعب اسرائيل، واول ما يخطأ ربنا هيزعل منه وهيتخلى عنه، ولما يتخلى عنه انت تقدر ان انت تهزمه بسهولة. وفعلا يا ولاد عمل حدوتة كده نحكيها لكم في الحلقة الجاية. هو الموضوع كبير مش صغير، ولكن القصة جميلة جدا. وفعلا وقع شعب إسرائيل في اللي عمله واللي قاله بلعام والخطة اللي هم عملوها، وبدأ ان الشعب الإسرائيلي يخطأ وربنا يزعل منه. القصة بتاعتنا يا ولاد أنا كنت هدفي وبتكلم فيها عن الحمارة والظلم اللي هي اتظلمته، زي ما سمسمة ظلمت اصحابها دلوقتي وهم ما عملوش اي حاجة. هي كمان الحمارة ما عملتش اي حاجة غير ان هي بتنفذ امر الملاك اللي وقف قصادها. اصحابي الصغيرين خليكم دايما تحبوا اصحابكم، بلاش نظن في الناس ظن سوء، بلاش ان احنا نقول كلام ما حصلش على اصحابنا، بلاش ان احنا نأذي حد بكلامنا الجارح ونقول عليه كلام من غير ما نتأكد ومن غير اي ادله زي ما سمسمة عملت. ورغم ان هي صاحبتها جايبه لها التوكه هي ظلمتها في كذا حاجه، ولكن كمان سمسمة لما اعتذرت كانت حاجه كويسه منها. اصحابي الصغيرين حلقتنا خلصت وتعلمنا قصه بلعام والحماره اللي اتكلمت، والحماره اللي انا بسميها الحماره المظلومه. ونتعلم يا ولاد ان احنا نخلي بالنا من تصرفاتنا مع اصحابنا، وما ننساش يا ولاد نحفظ الاغاني اللي حفظتها سمسمة واللي حفظها الدبدوب. انا عندي فرخه وانا عندي قطه، فرختي يا فرختي، اغاني كتير احنا قلناها ولسه هنسمع اغاني كتير، انتظروني. دلوقتي الحلقه خلصت، اشوفكم الحلقه الجايه في برنامج SOS ميرو بيذاع حصريا على قناه صوت الامل الدوليه. معاكم مرسى، هتشوفوا الحلقه الجايه يوم الخميس الساعه 7 بتوقيت مصر. دلوقتي اصحابي الصغيرين اقدر اقول لكم باي 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 اصحابي الصغيرين، اشوفكم